إمبراطور السحر الشيطاني. هناك أسطورة متداولة: قارة الإمبراطور ووغن. كتاب الأسرار التسع الشياطين هو الأقوى شخص في القارة. كل معرفته وخبرته كتبها في النشر إمبراطور السحر التسعة. عبر التدريب باستعمال هذا الكتاب يمكنك الوصول إلى قمة السماوات وأعماق الأرض، وستكون كل الأقاليم العالم بين يديك. والآن هذا الكتاب بحوزة إمبراطور السحر ذو المعلومات، وأصبحت هدفا لجميع الخبراء وممارسين فنون القتالية حول العالم. سيدي، هذا سيء. قتل حراس الجبل جميعا. زو تشينغ تلميذ إمبراطور السحر أخشى أن يحصل الأباطرة السبعة. لا تقلق، حتى الأباطرة السبعة ليسوا ندا لقوتي. من غير المتوقع أنهم استطاعوا هزيمة قواتي. لنذهب. سلم الكتاب يا إمبراطور. من الحشرات أتتجرؤون على قتال؟ إنه قادم. لن نسمح لك بالهروب يا إمبراطور السحر زو يوفان. أوه، وصلت أخيرا يا الأباطرة السبعة. سنعفو عنك إن سلمتنا الكتاب الأسرار التسعة. إمبراطور السيف، أنا رئيس الأباطرة الثمانية. أستطيع هزيمتي، وحتى إن كنتم مجتمعين لماذا تبحثون عن موت؟ هل تعرف الموقف الذي أنت فيه؟ أنت عدو العالم المقدس أجمع. أتعتقد أن لا يوجد أحد أقوى منك؟ زو، ذلك الكتاب أثر تركه الإمبراطور الشيطاني باسم الأرض المقدسة. سيدي، هذا سيء. ذلك الشخص هو أقوى إمبراطور في الأرض والعالم المقدس أجمع. سأقتلكم جميعا حتى لو كنت أعتبر تكوين استسلم فقط لموتك. إنه دور. أنت الخائن سرب المعلومات عن كتاب الأسرار التسعة وقوات حماية الجبل. زو تشين، ربيتك وعلمتكم إن كنت طفلا. لماذا حتى لو كنت معلمي حقا لكنت شاركت كتاب أسرار التسعة ولم تستعمله لوحدك، حتى أنك منعتني عن قراءة. الآن لن يمكنك الهرب. هل تتذكر أنك من علمني هذه التقنية؟ لا يهمني رأيك بي. زو تشينغ، ربيتك منذ كنت صغير طفلا، وقد كنت دائما قلقا ومحدود الفكر. لهذا لم تستطيع. جيد. سأدمر الآن الكتاب الأسرار التسعة مع جسدي كي لا يمكن لأي أحد آخر الحصول عليه. يريد تدمير نفسه. ما هذا؟ جسدي الآن. لم أتوقع أن أولد من جديد في جسد هذا الطفل. أغرب عن وجهي. زوفان، أرجوك من يقصد؟ لابد أنه شخص يعرف مالك هذا الجسد. رائع. قوته من الطبقة الثانية، يمكنني استفادة منها. سأستحوذ على قوة. زوفان، أنت لست زوفان. من تكون؟ أنا إمبراطور السحر زاو يوفان. تقنية الأسرار التسعة، لمسة الامتصاص. في سجل الكتاب الأسرار التسعة تعتبر لمسة الامتصاص من أرقى التقنيات الشيطانية، والتي تأخذ روح وقوة شخص آخر وتحويلها لتجعلك أقوى، ولكن عليك العمل بجد لصقلها. لكن لا ترفضك الروح التي استحوذت عليك. عليك استحضار الطاقة قبل أن تمتص الصباح. لم أعتقد أن الامتصاص هذا القدر من الطاقة سيأخذ ليلة كاملة. إمبراطور السيف زاو تشينغ، انتظر فقط. سآتي قريبا لحصد أرواحكم. نهايتكم جميعا عندما أحول للأرض. هذا الجسد من الطبقة الصفر إلى الطبقة الخامسة. يبدو أن الأمر سيأخذ وقتا طويلا. شيء ما يحدث.
عائلة سو، أنتم خونة. لقد خدعتم لينغ، زعيم حرس العائلة ليو. بانغ تونغ لينغ، نصحتك بعدم التدخل هذه الشؤون لعدة سنوات. خادمة عائلة سونغ. سوان وانغ جيا هوي لونغ زانغ، مارسي فنون قتال الروحية الحامية لعائلة ليو. من نستسلم لك أبدا حتى لو لا تحاولي إيقافي. سأقتل هؤلاء الخونة. يبدو أن عائلة ليو في ورطة، وهم في مواجهة قطاع الطرق عائلة ليو. هذا الشعور ما علاقتي لي به بهذا العائلة. يفضل أن أخذ ماذا يحدث. هذا يؤلم. ماذا يحصل؟ هذا أثر السحر غير متوافق مع جسد. هل هذا الجسد غير مناسب للزراعة؟ نبضات القلب غير طبيعية. وظيفته طول تعمل أيضا. تنفسي مستقر. إذا ما كان هذا. أنا متأكد أن الألم اختفى بعد رؤية الآنسة ليو، على عكس عندما ابتعدت عنها بدأ هذا سحر القلب. من تعرض لهذا النوع من السحر كما لو تعرض للعنة، من الصعب كسرها. ترغم أصحابها على اتباع قلوبهم وإن خالفوها. على جميع الذكريات هذا الطفل اللي أعرف من النوع السحر. والديك كثيرا من أجل عائلة ليو. لن نقوم بعملك من معاملة سيئة. ستكون من هذه اللحظة من عائلة ليو. أنت عضو من عائلة ليو. لا تقترب عليه يا شيوفان. يا سيدي، لا زلت طفلا. لا زال جسدي ضعيفا لتصبح حارسا، مع أن الوقت مبكر عليك، لأني سأعلمك الأساسيات. أيها المعلم بانغ، أيها العم بانغ، علمني القتال أيضا. أريد أن أصبح حارسا أيضا. سأعمل بجد لأصبح أقوى، لأستطيع حماية سيدي ليو وعائلتها. اقتلوهم جميعا ولا تدعوا أحدا يهرب. جاء قطاع الطرق. احموا السيد الشاب والسيد ليو. قتل أرباب العائلة ليو. سلموا الأداة بسرعة.